مش لازم تكون مصري على فكرة عشان تبدع جوه الفن المصري، لأن على مدار التاريخ فنانين كتير مش مصريين جم مصر وأبدعوا جوه الفن، ودول 10 فنانين وفنانات موجودين في الوقت الحالي ومش مصريين وأبدعوا في الفن المصري من الأقل للأعلى. هحكي لك. رقم 10 معانا وهو الفنان السوري باسل الخياط، اللي اتولد في دمشق سنة 77 ودرس في المعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت انطلاقته الحقيقية من التلفزيون السوري سنة 2000 من مسلسل أسرار المدينة، ولكن تيجي سنة 2013 ويشارك في مسلسل من أهم المسلسلات المصرية وهو مسلسل نيران صديقة. لو كانت شقتي كنت صدقت الكلام اللي بتقوليه، بس دي شقتك انتي. يمكن انت تقول انه محظوظ انه شارك في مسلسل بضخامة المسلسل ده، ولكن الاكيد انه بجد كان موهوب علشان كده ترشح لمسلسل زي ده. بعد كده يشارك في اعمال زي مثلا مسلسل طريق اللي كان 2015 ومسلسل حرب اهلية اللي كان سنة 21. انا ما بعرفش اسامح، وانتي عارفة ان انا كده. رقم 9 معانا يا صديقي وهي الفنانة التونسية درة. الفنانة درة حصلت على ليسانس حقوق، بعد كده حصلت على ماجستير في العلوم السياسية من جامعة سانت جوزيف اللي في لبنان، لحد ما تيجي سنة 2007 وتنجح الفنانة درة بأنها تنضم لفريق عمل فيلم هي فوضى اللي كان من إخراج يوسف شاهين. الجنين اللي في بطنك ده ممكن يتولد مشوه بسبب الزفت اللي بتشربيه. جنين ايه يا عم؟ مش كفايه امك بتكرهني يا امي خلي لها عيب. وتبدأ تنتشر تدريجيا لحد ما تاخد البطولة النسائية في أعمال كتيرة، منها مثلا مسلسل زي الورد اللي كان سنة 2012 وفيلم بابا بطولة أحمد السقا برضو اللي كان 2012، زي ما كنت اتولدت من جديد على ايديكي. انا اللي اتكتب لي عمر جديد على ايديك. وفيلم الشيخ جاكسون اللي كان سنة 2017 وفيلم تصبح على خير مع تامر حسني. انت حامل يا عائشه؟ انت هتستعبط يا جمال. طب وتنزلي ابننا ليه؟ لا استنى لما اتفضح يا جمال. وما بين أعمال مهمة قوي مثلا زي مسلسل بين السماء والأرض اللي كان سنة 21 لحد آخر أعمالها المصرية اللي كان مسلسل الأجهر اللي كان في رمضان 23. انا مش بتاعتك ومش هبقى بتاعتك، ارتحت بقى؟ هتعملي غصب عنك كلامي ومش بمزاجك انت وابوك اللي واقف ده، وهتعملي اللي رقم 8 معانا وهي الفنانة التونسية عائشة بن أحمد. الفنانة التونسية عائشة بن أحمد بدأت مسيرتها الفنية بالرقص أصلا، بعد كده تتجه لعروض الأزياء لحد سنة 2009 وتبدأ تشارك في أعمال تمثيلية إلى سنة 2015 ومسلسل ألف ليلة وليلة، وفي 2017 بيبدأ مشوارها الحقيقي داخل مصر في التمثيل. طالما خربت بقى يبقى تخرب على الكل. من فيلم الخلية اللي كان سنة 2017 لمسلسل الشك لفيلم الفلوس بطولة تامر حسني. حلو قوي صورتك كنت صغير. لمسلسلات على منصات زي مثلا مسلسل وعد إبليس لآخر عمل ليها في التلفزيون المصري وهو مسلسل مذكرات زوج مع طارق لطفي. انا كنت متاكده ان في واحده تانية. ليه يا شيرين دايما بتحكمي من وجهة نظرك بس؟ خليني اقول لك ان كل خطوه هي بتاخدها في عالم التمثيل بيتقل خطوتها الزياده، بمعنى ان انت في البدايه ممكن تكون شايفها ما بتعرفش تمثل ومجرد وجه جميل، واحده واحده تكتشف انها بجد بتعرف تمثل او على الاقل عايزه تتعلم ازاي تمثل كويس. رقم 7 معانا وهي الفنانة الجميلة نور، اللي اتولدت في بيروت عاصمة لبنان واتخرجت من القسم الأدبي لمدرسة راهبات، بعد كده تلتحق بكلية فنون جميلة لحد ما تيجي سنة 2000 وتشارك في فيلم مصري كان اسمه شورت وفانيلا وكاب لو تفتكروه. حبيبي يا عاشق يا حر زي الطير. وواحدة واحدة الحظ يخدمها وتبدأ تشارك في أعمال ناجحة جدا بالنسبة للمصريين، منها مثلا فيلم أصحاب ولا بيزنس، أو فيلم إزاي البنات تحبك، أو فيلم عوكل مع محمد سعد، أو مثلا فيلم مهم جدا نزل سنة 2005 وهو فيلم ملاك اسكندرية. فما بين الأفلام الدرامية الرومانسية زي فيلم سيد العاطفي وما بين الأفلام اللايت كوميدي زي فيلم مطب صناعي كانت دايما نور هي البطولة النسائية في الأعمال دي، وتبدأ موهبة الفنانة نور تكبر بالتدريج لحد ما تقف قدام كريم عبد العزيز في فيلم بطولة نسائية وهو فيلم بيت الروبي. صدق ان انتوا عشتوا هنا 7 سنين. ابراهيم الروبي، ايمان الروبي، شريف وشمس، ذا روبيز. وبيني وبينك انا وانت اقتنعنا انها موهوبه او ما اقتنعناش، ده مش هيقلل حاجه في المشوار والمجهود اللي هي قدرت تعمله عشان توصل للمكان اللي هي فيها النهارده في الفن. رقم 6 معانا وهي الفنانة السورية كند علوش. الفنانة كند علوش اتخرجت من معهد دراسات المسرحية وكانت أولى مشاركاتها للأعمال المصرية مثلا مسلسل أهل كايرو ومسلسل حارة الياقوت وفيلم واحد صحيح وفيلم المصلحة. بس السبب اللي احنا سيبنا بعض علشانه لسه موجود يا عبد الله وهيفضل موجود. ما تضحكيش على نفسك يا أميرة،
وخليني اقول لك بالنسبه لي هي ممثله كويسه فعلا، ولكن دايما ادائها ثابت. ما بقولكش انه قليل ولا عالي، ولكن دايما ثابت. دايما هي ماشيه على خط امان علشان خايفه تخرج منه فيقع ادائها، او مثلا تمثل بطريقه مش حلوه. رقم 5 معانا هو الفنان التونسي ظافر عابدين، اللي اتولد في مدينة تونس سنة 72 ودرس في مجال الحاسب الآلي، وفي نفس الوقت كان بيشتغل عارض أزياء ساعتها. الفنان ظافر عابدين من وجهة نظري يعتبر من أهم المواهب العربية اللي جت شاركت في الفن المصري، وأكبر دليل على موهبته الكبيرة جدا هو دوره في مسلسل نيران صديقة. ساعات بحس إن أنا ممكن ألف في عالم بحاله زي اللي في الرواية، ساعات تانية بحس إن أنا ما بفهمش في حاجة ولا فكر. ده غير دوره في مسلسل تحت السيطرة أو مسلسل ليالي أوجيني. الفنان ظافر عابدين بالنسبة لي يعتبر مزيج ما بين خبرات كتيرة، منها مثلا خبرات غربية لأنه مثل في هوليوود فترة، ومنها خبرات عربية لأنه مثل في تونس، ومنها خبرات مصرية لأنه شارك في التمثيل المصري. انت جاي لحد هنا وبتقولي نزلي اللي في بطنك. أنا غلطان إن أنا جيت هنا. واخر فيلم مصري شارك فيه كان فيلم العنكبوت بطولة احمد السقا. رقم 4 معانا وهو الممثل الاردني اللي انا وانت ممكن نكون لسه زعلانين منه شوية، ولكن ده مش هينكر موهبته الكبيرة، وهو الفنان اياد نصار. الممثل اياد نصار ممثل اردني من اصل فلسطيني، واشتغل مدرس الزاميا في الاردن، بعد كده اتجه للفن، وفي 2007 ينتقل للقاهره ويشترك في اول عمل ليه في الدراما التلفزيونيه وهو مسلسل صرخة انثى، وما بين اعمال اكدت بجد انه موهوب، منها مثلا مسلسل موجة حارة او مسلسل افراح القبه او حاره اليهود او فيلم تراب الماس. اللي ليه ظهره بس طبعا انت مش VIP. ده غير دوره العبقري اللي كان في فيلم الممر. الفنان اياد نصار اتفقنا عليه او اختلفنا فهو بجد فنان موهوب. تخنيسه قدام لبنكر، يلا اتحرك. رقم 3 معانا هي الفنانة اللي هتصدمك شوية، لأن هي من أب أردني ومن أم لبنانية، وهي الفنانة مي سليم اللي معايشانا طول الوقت ده على إنها مصرية أساس. مش عارفه يا بنت لو حكيتي اي حاجه من اللي شفتيها لابوكي ولا لاختك ده انا هقطع الضرب. انت فاهمه ولا لا؟ غوري. يمكن اقدر اقول ان الفنانة مي سليم هي الاكثر اتقانا للكنة المصرية في كل الفنانين اللي اتكلمنا عليهم، ما بين فيلم الديلر لمسلسل بدون ذكر اسماء لمسلسل جبل الحلال. اتحداك لو مسكت عليها غلطة في اللكنة المصرية في كلامها. انا كويسه قوي، تعالي شوفيني دلوقتي، انا بقيت حاجه تانية خالص. لمسلسل عوالم خفية اللي كان سنة 2018 لآخر مسلسل ليها وهو مسلسل تلت التلاتة كام، وتحداك لو عرفت تلاقي غلطة واحدة في لكنتها المصرية. رقم 2 معانا وهو الفنان السوري القدير جمال سليمان اللي اتولد سنة 1959 بمدينة دمشق، وحصل على جائزة من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق. زعل ايه يا ابني انت؟ لا معلش يا جلال، واضح اني رميت ورق مهم بالغلط يعني. حتى ولو حصل وطي صوته وهو بيتكلم معاك. من اول ظهور ليه واحنا عارفين انه موهبة كبيرة جدا، موهبة جاية تقول وتثبت نفسها في الدراما التلفزيونية، جاية تكون بطل او على الاقل بطولة مشتركة مش اقل من كده. وكان من اوائل اعماله مسلسل حدائق الشيطان اللي قلب مصر سنة 2006. ما تبكيش، دموعك دي غالية عليك قوي. وما بين اعمال ليه زي مسلسل قصة حب وافراح القبة وزي الشمس، ويتنقل الفنان جمال سليمان بحب الجمهور المصري ليه لاجل موهبته الكبيرة وابداعه في التلفزيون. طب فهمتيه ان هم خايفين عليه، وده السبب الرئيسي اللي مخليهم متحفظين عليه؟ قلت له. الى ان يمكن اقول جملة صغيرة قوي، ان الفنان الكبير جمال سليمان ما بيتكلمش صعيدي، هو بيتكلم سوري، ولكن احنا ممكن نكون بنشبهه بالصعيدي، ولكن اللكنة دي مش لكنة صعيدي نهائي. الى اني لو انا هفضله في حاجة فهفضله في الادوار العادية جدا البعيدة عن الصعيدي شوية، لان اللكنة دي سوري مش لكنة صعيدي. رقم 1 معانا وهي الفنانة التونسية الكبيرة هند صبري، الفنانة اللي قدرت تصنع اسم ليها كبير في عالم الفن المصري. لا ده زومي امك بقى قالت لك ده للمدرسه ولا للكباريه؟ روح امك. والمناخوليا بتشيل اول طلقه من الساجيه عشان خلق ضيق على اللي بيتعرض لي. يمكن بداية هند صبري مع الفن كانت جريئة شوية، من أفلام مع إيناس الدغيتي لبعض الأعمال التونسية والمصرية اللي يعتبر فيها نوع من الجراءة، منها مثلا الأفلام التونسية وفيلم مصري زي مثلا فيلم مذكرات مراهقة. الميعاد بتاعك اللي بقى لو سمعت مني آخر نكتة.
قول وخلصني. ولكن هند صبري بالنسبة لي بتبدأ مشوارها الحقيقي في الفن سنة 2003 و2004 مع فيلم عايز حق بطولة هاني رمزي وفيلم أحلى الأوقات. لا سلامتك يا جيجي، ألف سلامة. بس انت ازاي تبقي في الحالة دي وقاعدة لوحدك؟ وما بين أفلام رومانسية زي فيلم حالة حب، وأفلام مهمة زي فيلم عمارة يعقوبيان، وأدوار معقدة زي فيلم الجزيرة سنة 2007، يكبر اسم وحب هند صبري عند الجمهور المصري. أنا كريمة يا منصور حبيبتك، نسيتني؟ هند صبري موهبتها كبيرة، عاملة زي صندوق الدنيا، يعني في 2009 تعمل لك إبراهيم الأبيض، وفي 2010 تعمل لك مسلسل عايز أتجوز، وما بين فيلم الكنز 2017 وفيلم الممر 2019 تلاقي موهبة كبيرة بتتشكل على حسب الدور ما هو عايز. أنت أقسمت إنك هتعني، واللي يرجع في قسمه ملعون. وعلشان موهبتها الكبيرة ديت ما كانش في حد غيرها يقدر يعمل دورين من أهم الأدوار في الكام سنة اللي فاتوا، إذا كان في فيلم الفيل الأزرق الجزء الثاني أو فيلم كيرة والجن. لا تخاف ولكن احذر. فالفنانة هند صبري بالنسبة لي تعتبر هي أفضل ممثلة عربية شاركت في الفن المصري في الوقت الحالي. دول كانوا 10 فنانين عرب شاركوا في الفن المصري، وبجد قدروا يحققوا اسم وحب كبير من الجمهور المصري ليهم. المهم انت قول لي رأيك في الأسماء اللي اتكلمنا عليها وفي ترتيبهم، وهل انت شايف ان كان في اسم لازم نقوله وسط الأسامي ديت؟ مستني رأيكم في التعليقات. أشوفكم الفيديو الجاي.